صباح الخير. حابب اديكم مثل النهارده عن الاشياء اللي ليها قيمه والاشياء اللي يعني في اقل في القيمه، وان احنا الى حد كبير بنختزل الامور في الاشياء اللي اقل قيمه وبنهمل الاشياء اللي هي لها قيمه. على سبيل المثال مثلا زياره اسكندريه. يعني احنا اسكندريه معروف كويس قوي قوي بروتوكول الزياره بتاعتنا. بروتوكول بيعزز الجهاز الهضمي، لكن مش بيركز على اي اجهزه تاني. في حين ان اسكندريه كقيمه فكريه وقيمه معماريه وقيمه جماليه وطبعا قيمه تاريخيه معروف لاي حد دارس اثار او تاريخ او فن اسكندريه وضعها ايه. بالتالي ايه اللي هيفرق يعني في حياتي لو اهتميت بالاشياء اللي لها قيمه؟ اللي هيفرق في حياتي لو اهتميت بالاشياء اللي ليها قيمه، اللي هي ممكن تكون عند بعض الناس خنيقه او ممله او ملهاش لازمه وجد زياده، هي بتفرق في حاجه واحده صدقني، تفرق في بحثك عن ذاتك. الله نفسه قيمة، بالتالي كل شيء هيخلقه ربنا قيمة، فبالتالي انت قيمة. فبالتالي لو تخليت عن القيمة في حياتك واهتميت بحاجات اقل قيمة، انت هيبقى عندك مشكلة بينك وبين ذاتك، او حتى ممكن مشكلة بينك وبين ربنا، لانك هل انت انسان مش شايف نفسك قيمة بتدور على نفسك وانت مش مهتم بفكرة القيمة؟ يعني هو شوية فلسفة شوية كده على الصبح، بس حبيت اشارك معاكم بيها. صباح الفل.